السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مس داليا واهلا بيكم فيديو جديد للصف السادس الابتدائي مادة اللغة العربية. النهاردة هنحل أسئلة كتاب الأضواء على درس قراءة مستقبلي يبدأ من اليوم. عندنا نشاط 1، يتوقع تقرير مستقبل الوظائف 2030 ظهور وظائف جديدة. عندنا هنا صح. بعد كده عندنا التحول الرقمي يعني استخدام التكنولوجيا في كل مجالات العمل، صح. من مهارات المستقبل المطلوبة التفكير النقدي والابتكار، صح. تمسك بالوظائف التقليدية يحمي الإنسان من تحديات المستقبل، غلط. نشاط 2، من المهم أن أعد حقيبتي المدرسية قبل أن أنام. أعد يعني أجهز. ساعدنا التقنية في إنجاز الأعمال بسرعة. تطبيق عملي للتكنولوجيا. تعلم التلاميذ أساسيات الأمن السيبري. عندنا هنا تأمين شبكات الإنترنت. أخي يتقن التكنولوجيا فحصل على وظيفة مهمة اللي هو يجيد. بعد كده هنا أكمل. في المستقبل ستختفي الوظائف غير المناسبة لعصر التكنولوجيا. مهندسو البيئة من الوظائف التي تهتم بحماية كوكبنا. ستفتح أمام من يتقن التكنولوجيا فرص كثيرة ومبهرة. مجهودك اليوم يحدد موقعك غدا. وقف الفيديو اكتب براحتك وبعد كده كمل معايا. لو كان الخط مش واضح اكتب معايا وانا بتكلم. قالك هنا الفكرة الرئيسة اللي هو ضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا وتعلم مهارات البرمجة. تمام، دي اكتبها كلها في رقم ألف. اكتب معايا مثال بمثال. تمام. ماذا ستشترط أكثر الوظائف ولماذا؟ اللي هو محو أمية التكنولوجيا. تمام. بعد كده من أهم المهارات الحياتية اللي هي الابتكار والمرونة وحل المشكلات. ماذا سيحدث لو لم نطور أنفسنا ونتعلم التكنولوجيا؟ لن يكون لنا في المستقبل مكان ولا نجد فرص عمل مناسبة. تمام. بعد كده عندنا نشاط 5، معنى أعده اللي هو جهز، أعد جهز، مضاد العالمي المحلي، مفرد أنحاء، نحو. شارك في المنتدى الاقتصادي. عندنا اللي هو شركات كبرى من جميع أنحاء العالم. عايز تكمل لحد الآخر مفيش مشكلة. ده علامة صح وغلط. في عام 2030 سوف يكون في العالم 170 مليون وظيفة جديدة، صح. الوظائف التي ستختفي لا تناسب الشركات الكبرى، غلط. من أعد التقرير المشار إليه؟ اللي هو المنتدى الاقتصادي العالمي. دي اكتبها في رقم د. رقم ه، فرق عربيا. لا يتعود المؤمن الكذب في حياته، اللي هو فعل مضارع مرفوع. فعل مضارع مرفوع بالضمة، حط ضمة على الدال. أيها المؤمن لا تتعود الكذب، هنا فعل مضارع مجزوم بالسكون، حط سكون على الدال. تمام. وقف الفيديو اكتب، لان انا مش بقدر ان انا اوقف كتير عشان وقت الفيديو. نشاط 6، مرادف يتطلب، يحتاج،
مضاد للابتكار التقليد أول واحدة. سيتطلب التوظيف في السنوات القادمة مهارات حياتية مهمة. من المهارات دي اللي هي القدرة على الابتكار، المرونة، حل المشكلات. اكتب 3 بس منهم. تمام. إلى ما أشار التقرير أن التوظيف في السنوات القادمة سيتطلب مهارات مهمة. تمام. دي اكتبها في رقم ج. رقم د اجعل الاسم الذي تحته خط فعل مضارع مرفوع في جملة ومجزوم في جملة. هي منزعجة من الصوت العالي، يبقى هي تنزعج من الصوت العالي. هي لم تنزعج برضو من الصوت العالي. التاني المحامي مدافع عن المظلومين. عندنا المحامي يدافع وبعد كده كمل عن المظلومين. وبعد كده المحامي لم يدافع تمام برضو عن المظلومين. تمام. تطبيقات المتحررة. عندنا معنى الإبداع اللي هو الابتكار، مضاد القادرة العاجزة، مفرد مهام مهمة. تغيير حياتنا في المستقبل غير ملحوظ، طبعا غلط. على مهندسي البرمجة مراعاة التطور في التكنولوجيا، صح. ما دور مهندسي البرمجة تجاه الروبوتات؟ بيستخدموها لأنها قادرة على القيام بالمهام الصعبة. تمام. وعندنا هنا المفروض بيراعوا الدقة وهكذا في التصميم. دي رقم كده ج. ممكن بلاش السطر الأول، خليك السطر اللي هو التاني بس، اكتب عندها رقم ج. رقم د اذكر بعض الأعمال الصعبة. تمام. اللي هو زي الجراحات الدقيقة وحمل الأشياء الثقيلة. بعد كده التعليم يهذب الإنسان، لا نقط المخلص في أداء عمله، لا يقصر. تمام. أدوبها اللي في النص لأن احنا عايزين المجزومة. نشاط 2 معنى يحمي بس هات من الفقرة يحرث. بعد كده مضاد يعجز، ندور عليها. يتمكن، مفرد نظام. بعد كده عندنا الخبير، مثل نقط الذي يحرس المعلومات. الجندي، تقع مسؤولية حماية المعلومات الخاصة بنا بالإنترنت على، اللي هو عندنا دور الخبير. بعد كده عندنا لماذا يجب أن يكون الخبير بارعا؟ ليتمكن من إغلاق ثغرة وهكذا. دي كلها في رقم ج. ما جذر الكلمات؟ الجذر اللي هو ال3 الحروف الأصلية. حماية، حمى. بعد كده أكد. بعد كده عرض. لا نقط يهمل الفلاح الزرع. عندنا هنا هتبقى في ضمة على اللام. يسعى المجتهد لتحقيق أهدافه. عندنا هنا هتبقى في دي لام تعليل، يبقى على القاف عندنا هنا تبقى في فتحة. تمام. هو طبعا الخط باهت جدا بس ايا كان. نشاط 3 معنى آفات اللي هي أمراض، مضاد التقليدية المبتكرة، لن تستعمل في الزراعة الوسائل التقليدية في المستقبل. تمام صح. على المزارع أن يعرف كيفية استخدام التكنولوجيا، صح. كيف ستكون الزراعة في المستقبل؟ ستعتمد على التكنولوجيا المتقدمة. أهمية الأجهزة
المتطورة للمزارع. تمام، بيعرف بيها احتياجات النبات وهكذا. دي كلها في رقم د. ضع خط تحت كل فعل مضارع ثم اكتبه مضبوطا. أنا أحب، هنا ضم على الب. أريد ضم على الدال. أقدم فتحة على الميم. تمام. بعد كده عندنا التقييم الأسبوعي. معنى يجيدها يتقنها. مفرد مواقع موقع. شيل الكاف في الآخر. استخدام الحاسب الآلي يصبح أمرا نادرا في الوظائف الحديثة غلط. من يتقن التكنولوجيا يستطيع أن يطور عمله ويقدم حلولا تفيد المجتمع. صح. ما أهمية تعلم مهارات جديدة؟ عندنا هنا اللي هو ستفتح له فرص كثيرة وهكذا. دي كلها اكتبها في رقم ج. رقم د الجذر بتاع مهارات. عندنا مهرة، بعد كده عفوا هنا بعد كده مبهرة، بهرة، بعد كده مستقبل اللي هو قبلة. تمام. بعد كده عندنا حدد علامة الإعراب. لن يستطيع عندنا هنا هتبقى فتحة. تمام. ما لم يعالج هنا هتبقى سكون. يبقى أول واحدة فتحة على عين، تاني واحدة سكون على الجيم. هو مش عايز ضبط، بس هو عايز اللي هو اكتب له العلامة نفسها. ما يكسر المجتهد هنا هتبقى ضمة. رجا المؤمن رحمة الله. أحب القراءة مساء. كله طبعا همزة على السطر. تمام. وقف الفيديو اكتب براحتك وبعد كده كمل. تمام. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وانتظروا الفيديوهات تانية كتير. ولو حد عنده اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.